عليكم يا الخاوة، واش رايكم؟ لاباس؟ الكل يهضروا على لي ستار تاع الارجنتين، يهضروا على ميسي، على مارتينيز، على سيميوني، على المادا، باز، ماكاليستير، بالاسيوس، الفاريز. كي تسمع هكا انت تحكمك الخلعه. بصح السؤال اللي يطرح نفسه، هل بيتكوفيتش قدر انه يدرس المنتخب الارجنتيني مليح ويوجد الخطه المثاليه باش نفوز على ابطال العالم؟ في هذا الفيديو راح نشوفوا طريقه لعب الارجنتين، كيفاه يبنوا الهجمه، وين راهي نقاط قوه تاعهم، وما هي الثغرات اللي نقدروا نستغلوها باش نحققوا نتيجه ايجابيه. ما تروحوش بعيد لان راح نهضروا على تفاصيل تكتيكيه مهمه. الحاجه الاولى، الارجنتين كيفاش تبني الهجمه. الارجنتين تبدا الهجمه تاعها من الدفاع، يبداو يبنيو اللعب تاعهم من الدفاع. المدافعين تاعهم ما يطيشوش البالون، ما يلعبوش كرات طويله، يحطوا البالون في الارض ويحاولوا يخرجوها بتمريرات قصيره حتى يوصلوا للوسط. الهدف تاعهم هو جذب لاعبي الخصم باش يخلقوا مساحات بين الخطوط، وكي يخلقوا المساحات هذه يلقاو الوقت المناسب يقوموا بتمريره عموديه سريعه يكسروا بها الخطوط، وتلقى المهاجمين تاعهم في وضعيه خطيره ويخرجوا وجه لوجه مع الحارس. النقطه الاولى، الارجنتين قويه بزاف في الاستحواذ، يعرفوا يقارديو البالون، وتعرف كيفاه تهدي اللعب وكيفاه الوتيره تاع اللعب، كيفاه تهديها وكيفاه تسرحها في الوقت المناسب. ثاني حاجه هي القوه في التحولات الهجوميه، كي يربحوا الكره يقدروا يوصلوا للمرمى المنافس بثواني، يعني بسرعه، الهجوم تاعهم سريع جدا. ثالث نقطه هي الضغط بعد ضياع الكره، يضغطوا بلاعبين، 3 لاعبين، 4 لاعبين مباشره باش يسترجعوها قبل ما يبني المنافس الهجمه تاعو. هذه ثاني حاجه مهمه. بصح انت كي تسمع كتقول لي ودك واش هي هذه القوه هذه، ما عندهمش نقاط ضعف؟ لا، عندهم نقاط ضعف. رغم القوه تاعهم الارجنتين عندها نقاط ضعف. اول نقطه ضعف هي المساحات اللي يخليوها، كيديروا البريسينغ وكيقدموا بزاف، يسيرتوا الاظهره تاعهم يخليو مساحات، لازم نستغلوها. يطلعوا المساحه الهجوم، لازم حنا نستغلوا هذيك المساحات اللي يخليوها. ثاني نقطه ضعف هي الضغط العالي تاعهم، يقدر يتكسر اذا كنا حنا نعرفوا نخرجوا البالون، ماشي بزروقي، لازم نعرفوا نخرجوا البالون بسرعه. كي نريكيبيرو البالون لازم تخرج ليه، لازم مازا، عندك تيتراوي، عندك بوداوي، هادو يعرفوا يخرجوا البالون ليه ويسيروا يقعدوا اجنحه سريعه كيما عموره وحاج موسى، هما اللي راح يفيدونا في هذه المقابله. لازم لنا اجنحه سريعه وخروج كره بسرعه، لازم ما كاينش الثقل هذاك وكيما سي با لابين تلعبوا نازل الروقي من الاخر. ثالث نقطه هي المدافعين تاعهم كي يلقاو جوار تري رابيد، يلقاو جوار مهاري يعرف يدريبلي، يخافوا لي يقدموا ليه، يرتبكوا ويتبانيكيو وما يصدموش، ما يقعدوا. هذاك الارتباك لازم حنا نستغلوه، خاطر راح يجيب لنا نتيجه. كيفاش نقدروا نستغلوا النقاط هذو؟ باش نقدروا نستغلوا النقاط هذو اللي هضرنا عليها، لازم ما نضيعوش البالون سيرتو في النص تاع الدائره. هذه الحاجه الاولى. نستغلوا السرعه تاع الاجنحه، لازم حنا عندنا اجنحه كيما عموره، عندك بولبينا، عندك حاج موسى، عندك غجيميز، هادو لاعبين سريعين، لازم نستغلوا السرعه تاعهم والمهارات تاعهم هذه باش تفيدنا حنا، باش نطلبوا بها دفاع المنتخب الارجنتيني. الحاجه الثالثه الضغط على الوسط تاعهم، على الميليو تاعهم. الميليو تاعهم اكثر ميليو شفتو متكامل، يلعبوا كره يعرفوا كيف يخرجوا البالون وعندهم انسجام كبير. لازم حنا ما نخليوش يلعبوا براحتهم، لازم نديروا عليهم ضغط وما نخليوهاش تبني اللعب كيما تحب هي، ونستغلوا الحاجه كي يطلعوا لي زابيرو كيما هضرت. لازم حاج موسى ولا محرز ولا اللي يلعب لازم يستغل المساحه، لازم يطلب الكره الطويله ويروح خلف ظهر المدافعين باش نجيبوا نتيجه بربي ان شاء الله. والحاجه الصح هي اذا قدرنا نتفوقوا عليهم في الضغط اللي يمارسوه علينا في المساحات، يديروا علينا بريزينغ وحنا نقدروا نخرجوا البالون ويشوفونا بلي حنا قادرين نخرجوا البالون، وبلي انا متحكمين في زمام الكره، نعرفوا نخرجوها وما نغلطوش في اللي باس ونخرجوها بسرعه. راح نتبانيكاو يحطوا بلي في دماغهم باللي الجزائر ماهيش سهله ونشكلوا عليهم خطوره كبيره. وفي الخلاصه نقولوا بلي الارجنتين منتخب قوي صح، عنده لاعبين نجوم عالميين، بصح ما كاش فريق متكامل. اذا كنا منظمين، اذا كنا صح منظمين في الديره تكتيكيا، نقدروا نخلقوا مشاكل ونقدروا ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه. ودرك قولوا لي واش رايكم، هل الجزائر قادره تفاجئ الارجنتين وتفوز عليها؟ اعطيونا رايكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا تفعلوا الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.